ازيك؟ فاكر لما كنت تقدر تستنى ساعة كاملة لحد ما يتعرض الكرتون اللي انت بتحب تتفرج عليه او الشو اللي انت بتحب تتفرج عليه؟ علشان انا فاكر، وفاكر مخصوص كرتون ابطال الديجيتال اللي كنت ممكن استناه طول اليوم لحد ما يتعرض واتفرج عليه وابقى مبسوط. وفاكر كمان ان الوقت كان بيعدي ببطء جدا في الفترة دي. بس في حاجة بتحصل غريبة كل ما بنكبر في السن. حاسس ان في حاجة غلط بتحصل، حاسس ان كل حاجة اسرع مما ينبغي. الوقت بالذات بيعدي اسرع مما ينبغي. الشهور والسنين والايام بتعدي بسرعة جدا، واظن ان دي حاجة كل ما اتكلم مع حد فيها بنكون متفقين. الوقت بيعدي بسرعة، بس ليه بقى ده بيحصل؟ وهل في سبب علمي او منطقي ورا ان احنا حاسين ان الوقت بيعدي بسرعة، ولا ده مجرد وهم كلنا عايشين فيه في نفس الوقت؟ ده اللي هتكلم عليه النهاردة. في نظرية بتقول إن أنت كل سنة بتعدي عليك بتحسها أسرع لأنها بتاخد فراكشن أو كسر أصغر من إجمالي سنين حياتك. يعني لو أنا عندي سنتين، سنة دي نص حياتي حرفيا. لو أنا عندي 20 سنة، سنة دي 1/20 من عدد السنين اللي أنا عشتها. فالكسور قيمتها بتقل، بس أنا مظنش إن ده سبب واقعي من ناحية طريقة تعامل دماغنا نفسها مع الوقت. أكيد في أسباب منطقية أكتر لو دورنا أكتر. فانا فعلا دورت اكتر ولقيت حاجات غريبة. يعني مثلا جرب تشغل ستوب ووتش وتشوف تقدر تخمن الدقيقة هتعدي امتى من غير ما تشوف، من غير ما تبص على الستوب ووتش. كل ما بتتعمل التجربة دي بيكون الشباب عندهم دقة اكبر من الناس اللي سنها كبير. الكبار دايما دقيقتهم اللي بيخمنوها عمياني كده بتكون اكبر من الدقيقة الحقيقية. فواضح اننا كل ما بنكبر في السن السرعة او المعدل اللي الخلايا العصبية بتاعتنا بتوصل بيها الرسائل بتكون ابطأ. وتقدر تفكر في المعدل ده على انه الساعة الداخلية. وطبعا ده معناه ان الساعة الداخلية هتكون سرعتها اقل، وكل ما الساعة الداخلية هتكون سرعتها اقل كل ما هيكون ادراكنا للوقت كعواجيز اقل. التست ده بيبين لك ان الناس العواجيز حرفيا جوه دماغهم الدقيقة بتاعتهم بتساوي اكتر من دقيقة، وده بيخليهم يحسوا ان الوقت اسرع كتير. احنا واضح ان احساسنا بالوقت مختلف تماما عن حواسنا الخمسة المعروفين. يعني مثلا احنا ما عندناش مستقبلات او خلايا نقدر نشاور عليها ونقول المكان ده هو المسؤول عن احساسك بكل دقيقة وكل ساعة هتعدي عليك. ومع ذلك احساسنا بالوقت موجود واساسي. في الواقع احساسنا بالوقت تطور من زمان جدا، وهو من الوظائف الاساسية للدماغ. بس المشكلة ان ده مش معناه ان دماغنا دايما هتوضح لنا الوقت بكل اخلاص وامانة. فتلاقي مثلا الوقت الحلو دايما يعدي بسرعة، الافلام الحلوة دايما تخلص بسرعة. طبعا الكواليتي تايم مع اي حد بتحبه هتلاقيه بيعدي برضه بسرعة الضوء. انت دماغك بتخونك. وده بسبب اننا لما بنركز على حاجة معينة ما بنركزش مع الوقت. وحالات التدفق كمان بتخلينا ما نركزش مع الوقت. ودي حالة ممكن تمر بيها حتى وانت شغال على حاجة عجباك وشغوف بيها. او مثلا الرسامين وهما بيرسموا لوحة، او الرياضيين، كل الناس ما بتحسش بالوقت خالص وهم مركزين في اللي هم بيعملوه. والسبب التاني اللي ممكن يخلينا نحس ان الوقت بيعدي اسرع كل ما نكبر، اننا كل ما بنكبر كل ما بننغمس اكتر في الشغل والتاسكات والمسؤوليات، وما بنركزش مع الوقت نفسه. واخر حاجه من الحاجات اللي بتخلي الوقت يعدي منك بسرعه او يتسرق منك حرفيا هي الموبايل. قول لي كم مره فتحت انستجرام، فتحت اول ريل، وبعد كده قعدت تقلب وقبل ما تاخد بالك لقيت ان في ساعه عدت من غير ما تحس؟ طب قول لي كم مره في اليوم حصل لك كده؟ ساعات بتتسرق من كل يوم مش دقايق، وانت عمال بتستهلك في تيك توكس وريلز بلا اي هدف. shame on you حقيقي. لا really shame on you. shame on me كمان، لان بصراحة انا بقع في نفس الحاجة دي ولانها حاجة لا تقاوم. بس ايه بقى اللي ممكن نعمله؟ ايه اللي نقدر نعمله علشان نخلي نفسنا نحس ان الوقت ابطأ؟ الدراسات بينت ان الخوف بيزود احساسنا بالوقت. الناس مثلا اللي بتخاف من العناكب لما خلوهم يقعدوا يبصوا على عنكبوت في برطمان لمدة 45 ثانية، الناس دي كتبت تقارير بأرقام تخمين أكبر بكتير من 45 ثانية اللي الدراسات اتعملت عليها. والحاجة التانية اللي بتخلي الوقت يعدي أبطأ كتير هي الزهق طبعا. وأنا كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات عن الزهق، هحط لك لينك ليه تحت. بس الوقت اللي انت بتبقى زهقان فيه أو مش لاقي حاجة تعملها بياخد أكبر من حجمه بكتير في دماغك. وبكده نبقى خلصنا، وبقى أنا اتأخرت والوقت عدى بسرعة جدا معاكم. أشوفكوا على خير.